النهارده ان شاء الله هنجاوب على سؤال مهم جدا. يا ترى ايه هي طبيعة عمل خريجي المعهد الفني للتمريض في المستشفى؟ يعني دورهم ايه في المستشفى لما تتخرج وتتعين ان شاء الله؟ في حلقة النهارده عندي جزئيتين مهمين جدا. ايه هي المهام اللي انت ملزم بيها، وايه هي المهام الغير ملزم بيها؟ لما اتكلم عن المهام اللي انت ملزم بيها، انا عارفه ان انتوا هتستوعبوها بكل سهوله وهتكون الموضوع سهل بالنسبه لكم. اما بقى المهام اللي انت غير ملزم بيها، اللي بتجيبوا لنفسكم مشاكل كتيره بسببها، هي دي اللي عايزاكم تاخدوا بالكم منها كويس جدا، لان فعلا حرفيا بتقعوا في مشاكل كتيره بسببها. فتابعوا للنهايه. دلوقتي هناخد ايه هي المهام اللي انت ملزم بيها. كل المهارات التمريضيه اللي انت درستها ملزم بيها. هنيجي بقى الجزئية البيد ميكنج عليا، الدايبر كير عليا. طبعا. هو احنا لما خدنا البيد ميكنج خدناها كده فرش سرير عادي، ولا لها تكنيك معين ولها تايبس؟ طيب اللي احنا خدناه بالستبس والخطوات دي ينفع عامل يعملها؟ لا طبعا. فانت ليه اخدها في المنظور ده وحاططها في المنظور ده؟ لا، ده شغلي، ده من ضمن الرولز بتاعتي. الدايبر كير هو انا مجرد بغير حفاضه، ولا انا اخده في الدايبر كير ان مجرد الدايبر في ايديا كده بعرف الكاركترستيك بتاعتها، الاماونت، الاودر، حاجات كتيره. وانت ماسك الدايبر كده عمر ما العامل هيعرف ايه هو دوره، ان هو بيشيلها ويرميها. لكن انت كدورك ان انت ممكن تكتشف امراض جديده لما بتعمل اسسمنت للدايبر. كده انا خلصت جزئيه المهام المطلوبه منكم. اللي عايزاه منكم، طول ما انا عندي ثقه بنفسي وعارف الدور بتاعي، كل اللي حواليا هتوصل لهم الشعور ده. طول ما انا حاسس ان انا حاجه كبيره، كل اللي حواليا هيحسوا ان انا حاجه كبيره. لكن لما احس ان انا قليل، كل الناس برضو هيحسوا بالشعور ده وهيعاملوك بنفس الشعور. انت ما انتش حاجه قليله، انت عضو من اعضاء الفريق الطبي، هدفكم رعايه وصحه المريض. ودلوقتي هناخد المهام غير ملزم بيها، وركزوا معايا كويس جدا علشان حرفيا بتجيب لكم مشاكل. هدي مثال. انت مستلم حالة وفي وقت الزيارة دي معروفة تبقى محددة، والزيارة انتهت وانت المفروض عايز تدي رعاية تمريضية للمريض، فبتبتدي تطلب بأدب وباحترام. وانا عارفة وشفت حاجات كتيرة يعني، واحنا بنمر مع الطلبة شفت فعلا الأحداث دي، وهقول لكم ايه الغلطة اللي انتوا بتقعوا فيها. فبتقول له لو سمحت الزيارة انتهت عشان عايزة في مهام تمريضية أو رعاية تمريضية عايزة أعملها. فبيرد عليك برد مش كويس وبيستفزك وبيغلط فيك وبيهينك. أنا عارفة طبعا كلنا بشر وإزاي حد يهني، بس أنت في اللحظة دي لازم تمانج الموضوع، لازم تمانج الأزمة، تدير الأزمة صح. أنت بتنسى دورك كعضو في الهيئة التمريضية وبتبتدي تشتغل أمن. هتطلع بره وانت ازاي تكلمني كده؟ وساعات بتوصل ان انتوا تمدوا ايديكوا على بعض، او الزاير يمد ايديه. طيب يا دكتور انت عايزاني اتهان واسيب حقي؟ اللي هو ازاي يعني؟ مش كفايه الشغل بتاعي وتعبي والاسترس واللي انا فيه ومحدش مقدر اللي انا بعمله؟ لا طبعا، ده انت كرامتك على راسنا من فوق، ولكن اوعى تنسى دورك. انت ما انتش امن. طيب اعمل ايه في اللحظه دي؟ اوعى ترد عليه، ما تردش عليه، هتاخد حقك. هتبتدي تبلغ المشرفه اللي معاك، وتبتدي تبلغ الامن، ويتعمل محضر في الشخص ده، هو تعدى عليك. لكن ترد عليه او تمد ايدك عليه او هو يمد ايده عليك، انت كده بقى ايه؟ صراع ما بين شخص بتاع الامن بيحاول يطلع الزوار. انا مش عايزه كده. اوعى تنسى اللحظه دي، وبنتعرض لها كتير. فالحل، هبلغ الامن، هبلغ المشرفه بتاعتي، هبتدي ابعد عن المكان اللي فيه الشخص ده،
بلاش اقف قصاده لان هيغلط فيا وانا كبشر مش هستحمل. حتى لو قالك لو انت راجل تعالى لي، لو انت راجل بيستفز فيك، لا، انا اكبر من كده وانا عارف دوري. حقك ما تسيبوش يتعمل فيه محضر تعدى عليا، اذا كان تعدى باللفظ او تعدى ان هو مد ايديه بالضرب، لكن دورك اوعى تنساه، انت مش امن. ده اول مثال. تاني مثال، انت مستلم 3 حالات، المفروض بيبقى فيه مثلا تحاليل، فالتحاليل دي في سكرتارية للتحاليل هي بتوديها للمعمل، ولنفرض حصل اي مشكلة السكرتارية دي مش موجودة، فطلب منك ان انت تروح تودي التحاليل دي، وعندك حالة حرجة يعني، او عندك حالة محتاجة رعاية معينة. من حقك في اللحظة دي تقول لا. يعني هتسيب حالتك ليه؟ ما دي مش مهمتك، ان انت تودي التحاليل دي مش مهمتك. المفروض في سكرتارية هو اللي بيودي التحاليل، ما ينفعش تسيب حالتك. ولنفرض الحالة بتاعتك دي حصل لها حاجة، انت اللي هتتحاسب. تعالى بقى اقول ده انا كنت المس مثلا قالت لي روح ودي التحاليل، مش مهامك، دي مش شغلتك انت مستلم 3 حالات، فال3 حالات دول بتوعك. طيب انا عايزه يبقى في مرونه في الشغل ما بين الاعضاء الهيئه التمريضيه اللي معايا، تمام، ممكن يستلم ال3 حالات بتوعك في ال10 دقايق او ال5 دقايق اللي هتودي فيهم التحاليل، يستلم الحالات ويعرف كل حاجه عنهم، يا اما لا، الحاله بتاعتي هو ده دوري، فانا مش انا مش سكرتارية. ولو انا حد عايز اكون مرنة يعني ما بين زمايلي والدنيا تمشي بحدود ان هو هيستلم الحالة، يستلمها رسمي لغاية ما اخلص، او حد تاني يروح براحته، لكن ابقى عارف الدور بتاعي. ملحوظة مهمة انا عايزة اقولها، انا مش بقلل ابدا من دور الامن او دور السكرتارية، كلنا فريق مع بعض، لازم نكون فريق واحد عشان رعاية المريض، كلنا واحد، ولكن الهدف ان كل واحد يعرف الدور المنوط ليه، ايه هو اللي له وايه هو اللي عليه، بس كده. لكن كلنا فريق واحد، هدفنا المريض.